السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي بالإخوان والأخوات المغاربة ومرحبا وألف مرحبا. مع بدر المكناسي ملقب مول كاسكيطة. تحياتي محترمي اليوتيوب محترمي الميديا. اللهم صل وسلم على الحبيب رسول الله. مبروك علينا وعليكم عيد الأضحى على الأمة الإسلامية. الحدث بالرمة ديالو كما كنعرفوا كاملين كسائر المغاربة. هاد المصاب الأليم اللي صابنا في الشعيرة ديالنا اللي هي الشعيرة الإبراهيمية عيد الأضحى من ذبح الأضاحي. هاد منع الأضاحي عنده عدة خلفيات، منها الخلفية الأولى الحرب على الإسلام، الخلفية الثانية هاد اللوبي الصهيوني اللي كيتمثل في الحكومة أخ النوش اللي تاع الأخضر واليابس وتاع القطيع الحيواني وجعل المغاربة لقمة سائغة في أفواه العملاء الفاسدين اللي قاموا باستثمارات وقاموا بزاف الحوايج وقاموا بعدة تغييرات وقاموا بخصص المؤسسات. وهذا الخليط كامل عطانا هذه اللبنة ديال منع عيد الأضحى وقلت شحة الماشية. وتا الماشية اللي استوردت الدولة عام الأول، استوردت الحكومة عام الأول، هو العام الأول ما دخلتش الأسواق وكانت اللبنة هي تكرفصوا المغاربة. واللي زاطين بالله أن كسابة أصحاب الريع ما ديكلاراوش بالأرقام اللي كاينة عندهم، علاش باش ما تلقمش الغنم ويخلصوا عليها. وكانت النتيجة هي خرج جلالة الملك نصره الله ومنع عيد الأضحى لأن ما كاينش القطيع اللي غادي يكفي الأمة، وجنب الفقراء من هاد الويلات ديال الغلاء ديال الأضاحي كما شفنا في البحر السنة اللي فاتت والسنة المفرطة اللي قبل منها. وبهكا طاحوا المغاربة أمام هذا الواقع، أمام هذا المصاب الأليم أنهم تحرموا من ذبح الأضاحي ومن إقامة الشعيرة إبراهيمية اللي هي عيد الأضحى. دابا بيد القصيد أن غتكون غرامات، وعلى ما سمعنا غتكون غرامات وغتكون كونترول بالدرون، وهاد الأمور غادي تأتي بمخالفات على كل من سولتو نفسه أنه يذبح أو شي حاجة من هذا القبيل. أنا كنقول الذبيحة دابا راه بدات، الناس تذبح وتدخل اللحم الفريكوات. وهذا العام غنشوفوا واحد الفتنة ما بين الشعب، الفقراء اللي ما شراوش يعني غيتحرموا من عيد الأضحى، والناس اللي شرات وذبحت في النوار يعني خالفوا الأمر جلالة الملك، كأنهم يتعاونوا ويتصفوا صف القرار جلالة الملك أنهم يمنعوا الأضاحي ويحتسبوا هذا العام الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غياخذ الحق كل من شق على هذا الشعب وصلوا لهذه المصيبة أننا ولات عندنا شح في الأغنام من اللي احنا دولة غنية وكتسخر بالموارد وكتسخر بالطاقات وعندها سمعة وعندها مركزية وعندها امتداد وعندها تاريخ وجغرافية وعندها ديموغرافية من أطيب خلق الله. وهذا هو المصير ديال المغاربة. وانا دابا هذا الميساج كامل يعني كيتجسد ان غتكون مخالفات، وحنا كنصحوا الناس يردوا البال في نهار عرفات ونهار العيد. باغي يدير شي تخفينتي ولا يذبح ولا يدير شي حاجه يحضر راسو ابار البركاكه اللي كاينين في الدروبه. حنا ما نبغيوش الناس يقوموا بهذه الشعيره ويتكرفسوا مثلا في هذا السياق القانوني. المهم هذا تنبيه للمغاربه وكتنوير لهذه الصوره وهذا الهستيريا اللي دخلت فيها البيداغوجيه ديال المغاربه اللي ما عمرها كانت قابله للهستيريا لهذه الامور اللي هي مركزيه بحال العقيده، بحال الشعائر العقيده، بحال الهويه ديال المغاربه، بحال المركزيه ديال المغاربه. هذه الامور غير قابله للتساوم ولا لهذه الامور. بالعكس جاو سفهاء في هذا العصر اللي كنعيشوا فيه دابا وشفنا على يديهم الوان واشكال ديال التفاهه وديال الامور اللي ما يرضي عليها لا الله ولا العبد. واش غنقولوا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الله عنده الحول والقوه، احنا فقراء لله. اللهم احنا ضعفاء فانتصر يا رب.
اللهم صل وسلم على الحبيب رسول الله. عيد مبارك سعيد على الامه جمعاء. السلام عليكم. كان معكم بدر المكناسي مول قب مول كاسكيطه. عاونونا بجيم وعاونونا بابوني. اللهم صل وسلم على الحبيب رسول الله. السلام عليكم.